هينزل معاه هدايا باكتر من 10,000 جنيه هيتجمرك. يا رب نص البجاحه اللي عند المسؤولين دول، يا رب نص البجاحه بس، يا رب كان زماني في مكان تاني. ده انتوا عندكم كميه بجاحه اقسم بالله العظيم ما وردت قاطعين وشكم من بلاط الجامع. قال يعني بتعملوا لنا خدمات ومقاطعين الدنيا خدمات. سبحان الله يا اخي، الواحد المغترب من دول لما بيموت بينزل في قريه البضايع، والله العظيم يعني بينزل على حسابه، وفي قريه البضايع مش بتكرم حتى في نهايته. حلو جو. ولما جوازك بينتهي في اي دوله انت مسافر فيها، السفاره بتاعتك بتطلع عين ابو اللي خلفه ابوك. يعني مثلا انا راجل متعلم، اما جوازي بعمله في مصر بدفع 1000 جنيه، لما بروح اعمله بينتهي واروح اعمله في جده بدفع عليه 650 ريال، وباخده بعد 3-4 شهور. اموت واعرف جايبين العشم في المغتربين ليه؟ ده احنا لو بنلحم ذهب هنا اقسم بالله ما هنلحق عليكم. من شويه يطلع لنا الاستاذ مجدي الوليلي يقول لك احنا ناخد من المغتربين كل واحد 25,000 دولار. يا قلب امك، ايه العسل ده؟ ايه يا اختي كميله؟ انا يا ابني لو معايا 25,000 دولار على الطلاق لنازل مفخمها بحاج نفسي. انا ما جبتهمش في 12 سنه غربه، والله ما وفرتهم. وبعدين يطلع لك عمرو اديب يقول لك 800 دولار على كل واحد. يا قلب امك. وبعدين انزل اني عندي مره و4 عيال، وامي وابويا وحمايا وحماتي واخواتي البنات وعيالي ونسوان اخواتي الاولاد وعيالهم. انا لو ساحر مش هعرف اضغط لك ال 10,000 جنيه هدايا لهم. وبعدين هدايا ايه؟ هو انت جايبها على حسابك؟ الهدايا دي انا جايبها على حسابي، مش انت اللي جايبها على حسابك. وبعدين مين الدوله اللي بتاخد كده زينا بتعمل كده في المغتربين بتاعتها؟ وبعدين سؤال بسيط، لو انا جايب تليفونك منظر بيه على اصحابي هتاخدوا مني عليه جمرك ليه؟ لا احنا مش هناخده كله، امال ايه؟ احنا هناخد 10%. يعني لو معاك طبق كشري وانا جيت وخدت معلقه منها هتحس بحاجه طفحتها دم على صدرك. وانت عملت لي امتيازات ايه؟ ما بتاخدش مني تصريح العمل؟ لا طبعا باخد. ما بتاخدش مني ضرايب؟ لا طبعا باخد. امال عايز مني ليه؟ اما اجيب شويه هدايا للناس اللي انا كنت متغرب عنهم اراضيهم دخلت عليهم. ايه يا استاذ؟ في ايه؟ نص البجاحه اللي انتوا فيها العالم كله قاعد بيتفرج عليكم. بالله العلي العظيم احنا عدنا ضحكه الدنيا كلها. معشمين جوه في المغتربين، ما تيجوا تشوفوهم في الاسواق اهم مرميين على المصاطب، بالله ما حد بيسال فيهم. يا اخي قسما بالله العظيم ما لاقيين ناكل هنا. يا اخي وعز الجلال اللي احنا بنجيب السجاير من البلد. ارحموا روحكم شويه، كفايه اللي على قلوبكم. اشمعنى المغتربين يعني؟ خدوا من لعيبه الكوره، خدوا من الممثلين، خدوا من اللي بيغنوا. احنا اشمعنى احنا؟ هو انت ايبك حزن ولا زيدك؟ حسبي الله ونعم الوكيل.